هلا شباب واهلا وسهلا بكم ببودكاست فيلم ستيشن، البودكاست الوحيد اللي راح يحصل على جائزة الأوسكار قبل ليوناردو دي كابريو. وياكم لطيفة هالمرة لطيفة. وياكم ايش وقت صارت هاي إجبارية؟ ما أدري أول مرة مشيت. وياكم نور الدين وصديقنا مجد عبر الأقمار الصناعية. هي ضيفنا اليوم ضيفنا الدائمي علي. شكرا لاستقبالي. طبعا كل الاكويبمنتس مالته وبيته وضيفنا الدائم، بس هاي الضيف هو علي عاود هاي بقيك. شلونكم؟ هلا. الحمد لله. احنا راح ندخل في صلب الموضوع اليوم. ولو هسه خلص شهر الواحد، بس راح نحكي على 15 فيلم حبيناهم ب 2015. صدق ترى هي رقم ثاني مع باير احترام، ترى مرات لطيفة مرات لطيف. راح نحكي ب 15 فيلم بدون ترتيب. هاي الافلام احنا حبيناها، واللي يريد يشوفها او اللي ما شافها راح يتونس بيها. وبعدين راح نحكي على الفيفورت موفي مالتنا، كل واحد عنده فيفورت موفي السنة 2015. فراح نبدأ على السريع من علي ونمبر 15. بالنسبة لي هيتفول 8 كان من الأفلام اللي كلش تستاهل إنه الناس يشوفوها. إخراج ما مجد ما أحبه أدري. وخلي بالك ترى أنت من الأقلية اللي حبوه، الأغلبية حبوه ترى. إيش أسوي؟ أنا بس قاعد أقول يعني join the winning side يعني. بس الإخراج ما كان حلو. الكاركترز اللي موجودين بيه كانوا كلش interesting، كثير اهتمامك بيها. إذا تريد تعرف إيش راح يصير بالأخير. إذا أريد أقول في شيء عيب موجود بيها، فممكن القصة ما شوية طويلة، الفيلم طويل مو القصة. بس all in all إخراج حلو، تصوير حلو، ممثلين حلوين. كوينتين تارنتينو طبعا، اللي يحب كوينتين تارنتينو الأفلام مالته القديمة أعتقد راح يتونس على هذا. حلو. رقم 4 يعني أنا ما كرهته كليا يعني، بس هو ما شفته فيلم حلو يعني. كلش طويل مثل ما قلت، خصوصا يعني نوردية ذكر قال لي إنه هو كان أو هو ده يسوي مسرحية. قلت أوكي ميك سنس إنه هذا فيلم هو مسرحية يعني، هي لقطتين بس واكستندد. حتى يجي أفلام أنا بالنسبة لي أعتقد إذا تروح لها يعني حتى الكاركتر نسبتهم جدا كلش يعني ستاندرد تارنتينو كان أحس جايبه من أفلام قديمة. هيجي فيلم إذا تريد تروح له اعتبره كإكسبيرينس، ما تروح لأنه راح تتوقع إنه فت فيلم أكشن، لو فت فيلم من المعتاد عليه. أنا مو فيلم زين يعني. رقم 14 فيلم دوكيومنتري اسمه أيني. أيني لمعجبين أيني واين هاوس، اللي هي مغنية الجاز اللي ماتت قبل سنتين، كان عمرها بس 27 سنة. هذا بده يحكي عن حياتها، وحتى لو أنت مو فان ولا بحياتك سامع أي شيء عن أيني واين هاوس راح تتونس بهذا الدوكيومنتري، وراح تشوف شنو حياة الشهرة شو تسوي ممكن بالإنسان، شنو المخدرات ممكن تسوي بالإنسان. دوكيومنتري فعلا جدا حلو، وترشح الأوسكار السنة، وهو فضل رح ياخذ كأحسن فيلم دوكيومنتري. يعني احنا لازم يسوون علينا على شلون الشهرة. احنا يسووا علينا. اسمع علي بس احنا نسوون علينا. اصعدوا على نجاحي انتم، ما يخالف. مجد أنا أكو فيلم همين حبيته السنة كلش يعني، شفته بس ما نال استحقاقه، سيكاريو. بطولة اسمه إيميلي بلانت، بنيسيو ديل تورو، جوش برولين، عن عميلة FBI. هي نظيفة وتدخل بالدارت مال FBI ده يحاربون أهل المخدرات. كلش حلو كان الفيلم. اكسبيرينس كلش فيه تنس الفيلم، ورياليستيك ويا نفس أبروتش يعني، ما بي انفجارات عملاقة وما أدري شنو، وكاركترز كلش حلوة، وتويست همينة زينة. بالتأكيد لازم يشاف. أنا وياه كان 100% إنه الفيلم أعتقد إنه ما أخذ استحقاقه بهالسنة يعني بال 2015. سينماتوغرافي كلش حلو كان مالته يعني، وشد الفيلم كويته مش عبارة عن شد من البداية للنهاية، بس مشدود. ما بي جزء ما حلو. هذا ريكومندد عليه. بالنسبة لي ذا ريفننت، هسه احنا سوينا على ريفيو بوكيتا، وراح نخليها من في اللينك للي يحب يشوفه. من وين اريد ابلش بيه؟ كل شيء اللي كان موجود بيه كامل مكمل، الاخراج، التصوير، ليوناردو خطير الرجال، انطوله اوسكار خاطر الله. القصه مالته كانت، بس هاي هم من الافلام اعتقد اللي تركز عليه كاكسبيرينس اكثر مما انه هذا مو الفيلم مال انه باي وقت تريد تروح تشوفه. لازم بالمود الصح، لازم تكون واثق صح بيها، عم تصدق تقدر للفيلم. بس انا جدا انصح بيه يعني. ذا ريفننت ممتاز. الفيلم على مود شوي نطلع من كآبة ذا ريفننت، انسايد اوت. فيلم من يعني produced by ديزني وبيكسار. انسايد اوت اكئب من ذا ريفننت. هو صح، هو تكنيكالي كابن
تتونست بيه. كلش حلو. هو هسه مترشح من افضل افلام الانيميشن هالسنه. ويستاهل اذا اخذها. كلش حلو يعني. صح بيكسار ما سوت فلوس هوايه بذا جود دايناصور، بس انسايد اوت كان برايي من احلى افلام الانيميشن هالسنه. صح. اكو فيلم هسه جديد هم ذا بيج شورت مال ادم مكي، مخرج افلام كوميدي بطوله كريستيان بيل وستيف كاريل وبراد بيت راين غوسلينج وهواي ستاف فيه وهاي كاست. فيلم عن الفاينانشال كرايسيس مال 2008 اللي صارت وشون جتي، عن كتاب همينه نسيت اسمه، اجس اسمه ذا بيج شورت، ما اعرف او صحوا لي لا بعدين بالتكست. ذا لونج بانس. كمل مجد، كمل مجد، غلس اعمل نفسك ميت. بي كوميديك فايب وفهمنا دراما. هو فيكه ويونس يعني، يظل انه يصير مشاكل قدامك تعرف حيقود في شيء كلش مو زين الاوت كم مال الفيلم بس او مال القصه، بس تظل متونس ومتحمس خلال الفيلم. هذه ريكومندد، روحوا شوفوها هسه اجس بالسينمات موجود. بالنسبه لي همين هسه اكس ماكينه. اول شيء بالبدايه تعرفون يعني قد اتونس بالسوالف مال التكنولوجيا وتطور وتعلم وهاي السوالف. فبالنسبه لي اكس ماكينه كان فيلم رعب. الرعب لا يخوف يعني، بالنسبه لي كان يخوف. انه يقول لك انه اذا التكنولوجيا مالتنا اذا استغليناها بشكل غلط وين ممكن توصل، او اذا استغليناها بشكل صح وين ممكن توصل. فبس بصوره عامه القصه مالته جدا اقدر اقول عليها فريده من نوعها يعني، لهالدرجه حلوه القصه مالته. اخراج، تمثيل، تصوير كان بيه كلش حلو. انا حسيت اكس ماكينه فايب. اي وانت حسب حساب الفيلم كله يمكن بيه ايش قد 3 ممثلين 4 ممثلين. بس انا نفس الشيء وقت اتذكر الملاحظه اللي لاحظتها انه ما بي بطل وما بي واحد شرير وواحد حباب. خلينا نقول هو تقريبا اكو واحد شرير تقريبا يعني، بس انه بالنهايه كل واحد اكو في التبرير له. فهذا الحلو انه كلش حقيقي رياليستيك كان الفيلم. بالاضافه للمؤثرات مالته الفيجوال افكتس يعني كانت في شيء خرافي، وعلى بادجت يعني على بادجت بسيط ترى يعني. ترى هو اندي يعتبر الفيلم يعني، مو ذاك الفيلم اللي تريبل اي موفي يعني يعتبر فيلم مستقل بالتاكيد. وترشح اوسكار كافضل جرافيكس لهالسنه. اي لا ويستاهل والله بصراحه يستاهل. الفيلم الهمين اللي اريد اسوي له ريكومنديشن اللي هو اسمه Going Clear Scientology and the Prison of Belief. هذا فيلم دوكيومنتري يحكي على دين الساينتولوجي اللي هو من متابعي او اللي يعتقدون بهذا الدين يؤمنون به توم كروز، جون ترافولتا، اشهر واحد هو توم كروز. هذا الفيلم من اخراج أليكس جيبني اللي هو واحد من افضل مخرجين الافلام الدوكيومنتريز. رائع الفيلم. راح تقول يعني صدق اكو شيء بالعالم والناس دا تمشي بيه وناس تصدق بهيك دين فشي كلش حلو. هم هايلي ريكومندد. اقول هم ذولاك شي يقولون الحمد لله على نعمه الساينس. او ساينس او ماي ساينس او ماي ساينس. اكو ذيب كان هالسنه. واو رائع. واو يعني فتشي الفيلم هذا حقيقة. يعني ايش قد اكو انتاجات عربية بدوية يعني كلها ما احبها. اذا كنت انتاجات عربية اقول مو بس بدوية، انتاجات عربية بشكل عام. اي لا البدوية لان هو فيلم بدوي يعني ايش قد اكو. انا اشتغلت بشركة قال لكم هذا الفيلم همينه بدوي لعب النفس كان. بس ذيب واو يعني صدق اتمنى ياخذ الاوسكار. هو ترشح احسن فيلم اجنبي. صح. فتشي التصوير والتمثيل. ولد صغير ايش قدوته. اي ممثل يعني ولد بدوي مو ممثل بروفيشنال. كلهم بدو حقيقيين بالتاكيد. اكسبيرينس يعني مميزه. ذيب واحد هيك يشد ويدخل بالايرا مالته وقت الاحتلال العثماني خرافي لازم ينشاف. صح. يعني اتمنى هو يحصل الاوسكار. بلوراي اصلي يمكم اشتروه بليز. اي يعني ادعموا الصناعه المحليه. انا شفتهم لما علنوا انه الفيلم ترشح للاوسكار شلون الكرو مالته كلهم متونسه وفرحانين كلش حلوه كانت. يستاهلون انه راح ياخذ فيلم اجنبي. اوكي هسه بالنسبه لي انا هذا الفيلم مترشح هو للاوسكار واتمنى انه يفوز، بس انا اعرف انه ذا ريفننت هو اللي راح يفوز. بريدج اوف سبايز. عندك توم هانكس البطل مالته، سبيلبرغ المخرج مالته. الفيلم كله فد ويمزي. انا دائما اقول هاي الكلمه على هالفيلم.
بالسحر مال سبيلبرغ موجود بيه، تحس بالاخراج مال سبيلبرغ، التصوير مالته كليته حلو، كل مكان دي يوديك بيه بالفيلم يعني كان ما تريد تعلقه في لوحه في اطار هيك حلو كانت التصوير مالته. القصه مالته لانه ماخوذه من قصه حقيقيه هم يعني كل شيء يخليك تتعاطف ويا كل الشخصيات. ماكو عندك في الشخصيه راح تكرهها، ماكو عندك شخصيه راح تحبها بزياده، كليتهم تحبهم. وطبعا الكاريزما مال توم هانكس سمينا في الدور كبير النجاح مال القصه. حاطين الانست بوستر دات بورن على بريدج سبايس. الابهات كلهم راح يعجبهم هذا الفيلم. صدق بس صدق يعني تحس اكو بيها حب للفيلم، كان اكو قلبهم كانوا محطوط بيه بالفيلم. بحيث انا من صدق انا ادري انه ذا ريفننت راح يفوز، بس انا جديات كلش اتمنى انه هذا يفوز بالاوسكار هالسنه. هو السيف ذا ريفننت بس هو احنا نقدر نقول يعني سبيلبرغ سوى فيلم ويا توم هانكس ما طلع حلو اندر ريتد. لا حلو الفيلم، سووا فيلم حلو بس اندر ريتد يعني ما سووا قد اسماء كبيره مخرج والبطل والفيلم حلو بس فيلم ما حد سمع به قليل منو راح شافه بالسينما. صح بس انه تستحمل يعني انا قصدي الفتره اللي احنا بيها كريزي انه شنو اللي يجذب شنو اللي يبيع تيكتس تغير فعلا. اعطاك مخرج واعطاك ممثل ما يسوون فلوس قد وفيلم حلو هم يعني ما بس انا اشوف اذا فعلا اذا ممكن احد يبوق الاوسكار مال تصوير من ذا ريفننت هو هذا. اي ممكن اي لا صح انا اي جائزه راح يربحها بريدج سبايس انا بالنسبه لي راح اكون فرحان. ما تقدر نحكي عن التصوير والتمثيل. الفيلم اللي عندي هذا ذا مارشن من بطوله مات دايمون واخراج ريدلي سكوت. الفيلم هذا اول فيديو سويناه بالفيلم ستيشن كان بودكاست كان هو ريفيو ذا مارشن قبل ما يجي الضيف علي قبل نستضيف علي بالبودكاست. ذا مارشن هواي حكينا بيه وفصلناه تفصيل واجين هو فيلم كلش حلو وهو عن شخص رائد فضاء امريكي يبقى عاصي بالمريخ وشون الناس تريد نقذه يعني كلش حلو. فيلم انت تتوقع انه راح يكون فيلم كئيب بس بالعكس فيلم يونس وكل شيء كان بيه اداء خرافي ومع دايما ترشح كافضل ممثل هالسنه. وصوروا بالاردن الفيلم هم صوروا ببلد عربي يعني. اي عفوا سياره بالاردن عفوا ايش شفناها سياره صحيح. تذكر اخذت بيها فره انت وقام الحكومه الشرطه على طريق المطار. اعمل نفسك ميت زين. كينجزمان يس شلون نسينا واو. هاي كريكومنديشن يمكن اكثر شيء نزل بدايه السنه. اي صح اي صار له سنه تقريبا كينجزمان. الشهر الثاني او الواحد نزل. اي الشهر الثاني ايجس قد كان حلو خرافي. اي لا بديع كينجزمان كل شيء يونس. اي يعني هو يعني فول ريتارد يعني كلش انه فد مره رايح بعيد بالمجال. جيمس بوند بس على فن. اي تهريج يعني وزايد يروح بيها بس مو فاني. بس مو فاني اتس فن اكو فرق. اي ونسى يعني سام جاكسون تحشيش يعني بطل مو كلش حبيته بس زين كان. وبالمناسبه ترى يمكن اعتقد بيها احسن اكشن سين موجود بهالسنه مال الكنيسه مال كومن فيرث. اعتقد كومن فيرث كان بديع من الفيلم. هو طبعا بس اعتقد هي يمكن احلى لقطه اكشن موجوده هالسنه كانت ذيك مال الكنيسه. كلش يعني منو كان يقدر يفكر كومن فيرث اكشن ستار. صح وروح مثله كلش اجاله يعني ماست واتش. هو ماخذين من كوميك بوك. هو اللي كان كاتب وانتد وكاتب كيكاس بس طبعا الفيلم انا اشوفه احلى من كيكاس واحلى من وانتد بهوايه. بس من ناحيه الونسه اقدر احطه بنفس وانتد نفس المرتبه مال وانتد كونسه نفس المرتبه مال وانتد. طق اكثر من وانتد والنقاد حبوه اكثر. احنا حبينا اكثر لان احنا نقاد. اوكي نكمل. زين هسه راح نحكي احنا راح نبدي بالترتيب افلامنا او احلى افلام بالنسبه لنا لهاي السنه. علي اول واحد. اعتقد اللي سمعوا البودكاستات مالتنا والريفيوات مالتنا الناس يعرفون يا هو الفيلم المفضل هالسنه كان اللي هو فيلم صغير ما اعرف اذا سمعتوا بيه لا ستار وورز ذا فورس اويكنز. واو صدقت اي هذا فيلم قصير حاطه بمانتك. الفيلم بكل الشغلات اللي اني اعشقها في شيء اسمه فيلم
قصه بمغامره بها الجيرني مالتها، الرحله مالت القصه وين تنتقل من نقطه A لنقطه B. التمثيل مالته كان حلو، الافكتس يعني توب ناتش، ماكو فد شيء يعلى عليه. بصعدات نزلات تلعب بمشاعرك القصه. وبالمناسبه اي واحد ترى يفكر انه الفيلم هو عباره عن بس ليزر ومخلوقات فضائيه، ترى انتم ستار وورز ترى قصه شكسبيريه. غلطانين، هو كله ليزر. ترى ستار وورز عباره عن قصه شكسبيريه، يعني تتخيلون ايش قد يا مرتبه انا قاعد داخل بس جديات. لا والله يعني اكو وايد ناس ترى مستهزئين بي مثلا او فشي، بس خلينا نقول اقل بالدول العربيه، مو بكل مكان. بالدول العربيه دي يستهزئون بي على ابو خيال علمي، ليزر، ما ادري شنو، مخلوقات فضائيه. ترى الفيلم القصه مالته جديات، عباره عن قصه شكسبيريه، يعني ما دا اعرف شلون اقدر انطي له هيبه بعد اكثر. القصه حلوه، الشخصيات حلوه، الاخراج حلو. يعني كليتهم خطيه، يعني كلهم كانوا متعبين بها. ديفنتلي انا اعرف انه مجد وانا حاطيه بالتوب 5 مالتنا من احسن افلام هالسنه. بس يعني حطينا كل واحد التوب 1 رقم 1 له. وخش بدايه للثلاثيه هذه كانت ايش قد كان يعني ما كان عجبني انه ايش قد يشبه نيو هوب، بس هو بنفس الوقت هذا الجزء كان كلش فاست بيست، يعني ما بي ولا لحظه يهدأ الفيلم. ممل وبس، يعني عندنا كل الاشياء الحلوه دي، بس هذا الشيء يعني كان مميز همينه، يعني يظل يشدك. المهم رجعوا هيبه ستار وورز، جوك اكشن دراما. لازم نشوفه مره ثانيه طبعا. بالنسبه لي احسن فيلم لهالسنه اللي هو ماد ماكس فيوري رود. ماد ماكس فيوري رود كان شو قد سبيس بيناتهم شنو امبورتنس للجمله محدد يحدد اي جزء يقصد. هو اكو ويد اون ات اكو ناس يسموه فيري رود همينه. ماد ماكس فيري رود او ماد ماكس ذا رود تريب. من احلى الافلام الاكشن يعني شايفها بحياتي كلها. صحيح. فيلم هو ما بي قصه، هو ما بي قصه. ماد ماكس عمره ما كان بي قصه، يعني نازله تروح من نقطه A لنقطه B وتلاص. ماد ماكس ترى من بي لاي وترجع من اي لا ماد ماكس ترى اذا منتبهين على كل الاجزاء مالته، اذا منتبهين على كل الاجزاء مال ماد ماكس، هي عباره عن شخص بالمكان المناسب، الشخص المناسب في المكان الغير مناسب. دائما ماد ماكس دي يمشي حاير بنفسه، يلاقي جماعه يطلبون مساعدته، بالبدايه يقولون لهم لا، يحن قلبه، يساعدهم، يفوز ويعوفهم. هاي كل اجزاء هالشكل. انا شفته يعني السينماتوجرافي كانت مالته خرافيه، الشخصيات اللي كان يعني فد اكسبيرينس رائعه. انا اكيد الاديتنج ياخذ اوسكار. ممكن هو اصلا مترشح للاوسكار احسن فيلم. هاي كان كل شيء حلو. اي طبعا يعني طبعا. اول مره نشوف فيلم اكشن اي جس مترشح للاوسكار على بالك. اي بالضبط. بس ولحد الان اكو هواي ناس ما عجبهم الفيلم. لكن برايي الفيلم يعني لازم واحد يرجع يشوفه بمنظور ثاني وياخذ بريذ ان كل هاي اللقطات الخرافيه والالوان اي واحد ما حب الفيلم انا انصحه انه يتفرج الفيلم وينطي له فرصه للفيلم انه يحببه بنفسه. انطي مجال للفيلم، انت لا تنظر لراسه انه لا هذا سخيف، لا هذا، انطي مجال، افتهم الفيلم شنو اللي موجود بيه، افتهم احنا على شنو نقول حلو. صح. مجد شنو فيلمك اني هو مو بالضروره احسن فيلم ب 2015، بس انا بالتاكيد اكثر فيلم تونست به هو كريد. يس كلنا واو النرد اوت اللي صار عندي، يعني انا مو يعني احب روكي بس يعني عادي. طبعا هم احنا سوينا عليه ريفيو فممكن نخليها من اللينك اللي جوا. يعني مو اكبر معجب مال روكي انا، بس هذا الفيلم يعني قلت تقول بلعب شنو بس هذا يعني يو ذا بيست واو. يعني ماكو شو اقول عنه، هو كلش يعني الكل يشوفه صح. امهات بالبيبيات والجهال الكل يقدر يستمتع بكريد. واعتقد كريد حرفيا مين ستريم اكثر، يعني ممكن يعجب الكل. يعني مثلا ستار وورز ممكن حيعجب جماعه الساي فاي. صحيح. ماد ماكس ممكن يعجبهم جماعه الاكشن. كريد اعتقد الكل حيعجبهم. انا حياتي بشرت يعني مدافع عن افلام المين ستريم، انه لازم الفيلم مين ستريم يلا يكون يلا احبه، بس هو كريد كلش حبيته يعني، كلش كان عاطفي، الاداء كلش زين. سلاي سيلفستر ستالون يعني ترشح اوسكار، ترشح للاوسكار واخذ مال جولدن جلوب. اخذ جولدن جلوب وممكن يفوز اوسكار هو. يعني من بين كل 15 فيلم اللي قلناه هذا الفيلم ويا من مشنتو حطوه راح تونسون كلش حلو يعني. صح صدق يعني منهم كان صغار كبار ولد بنات الكل.
يعني كلش فيلم حلو. يستاهل صدق بديع. هسه احنا حكينا 15 فيلم اللي ريكومنديشن وافلام 15 مال 15 مال 15. نايس. ثانك يو للكل على الاستماع، وراح نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله باقرب وقت نسجلها. و ثانك يو. شكرا. See you. Bye bye. باي باي.